أنا من فنانين سوق الفسطاط الدائمين، عندي جاليري بعرض فيه منتجات جلد طبيعي بنعملها من أول التصميم لغاية الفينش كله هاند ميد. طبعا احنا السوق هنا بما انه في مجمع الأديان، فاحنا الكلاينت بتاعنا بيبقى أكتر عرب أو أجانب، بس برضو عندنا زباين من المصريين. دلوقتي بعد ما المنتجات الصيني والحاجات اللي هي جاية من بره غليت قوي عشان العملة وكده، فكل الناس بقت تفضل المنتج المصري. هو طبعا مقارنة بالحاجات المستوردة كماتيريال هو أحسن بكتير. دي دراستي، فانا بالنسبه لي دي مش بس هوايه، لا دي دراسه. في ناس كتير بتخش في المجال كهوايه او بياخدوا ورك شوب يبتدوا مشروع، هو اكيد هيبقى احسن من القعده في البيت. المنتجات بتاعتنا عبارة عن الكروشيه والمكرميات الخاصة بديكور المنزل، يعني المفارش، الخداديات، الستاير من الكروشيه والمكرمية. النهاردة يوم عرض حي بنبين للجمهور ان المنتجات دي احنا بنشتغلها بايدينا. انا معايا طبعا فريق، بس انا جاية النهاردة بنفسي. بنعرفهم بالسوق. السوق كله عبارة عن 40 جاليري، كل جاليري فيه 40 حرفة مختلفة، كلها شغل ايد، وكلنا احنا المصنعين. الحمد لله، يعني بفضل ربنا ان المنتج بيطلع من عندنا احنا الاول. الاسعار بتاعتنا يعني في النورمال بتبدا. انا عندي حاجات مثلا من 100 جنيه لحد 3000 جنيه على حسب المنتج. مثلا عندي فوط مشغوله بالكروشيه، عندي خداديه، علب مناديل، ستاره. طبعا كل حاجه بتتسعر على حسب المقاس والخامات اللي هي واخداها، وكواليتي. طبعا القطن بتاعنا قطن مصري 100%. بنستخدم كل حاجه عندنا الحمد لله كواليتي عالي جدا جدا، لان الجمهور بتاعنا بيبقى مصريين وعرب واجانب. ده كله لازم الحمد لله نبيع منتج كويس عشان الناس تجي لنا تاني. احنا مش بنبيع قطعه وخلاص، لا احنا عايزين نعرف الناس ان المصريين عندهم شغل عالي جدا، جوده عاليه جدا، عشان يحبوا المنتجات بتاعتنا. تخصصي طباعه يدويه للمنسوجات، عامله فيها دكتوراه، ومتخصصه اكتر في فن اسمه الرسم على الميه. هو فن تراثي موجود عندنا في المتحف الاسلامي، وموجود في معظم متاحف العالم على ورق، وانا عملته على قماش لان قليل جدا في العالم اللي عاملينه على قماش، وحبيت ان انا يعني ادخله في ضمن الحرف اليدويه في سوق الفسطاط. مقن 17 هو موجود منه قطع أثرية، وكانت بتستخدم كخلفية زي الخلفيه البصمه المائيه كده، علشان الامراء والملوك يكتبوا عليها الرسائل بتاعتهم. ودي كانت من اول الافكار اللي اتعملت، يعني علشان الرسائل ما تزورش. وليه طبعا اسباب تاريخيه كتير. يعني هو كان اول شيء اتعمل مثلا في امريكا، كان اتعمل وخلفيته رسم على الميه، لان ما فيش قطعه بتنفع تتقلد او بتنفع تتكرر تاني. نشارك بالكنفهات وبالايتامين، كله شغل يدوي. الشغل ده كان بيتعمل زمان في القصور وفي البيوت، يعني كانت دايما البنات او الستات بيشتغلوا الكلام ده يعني. فاحنا بنحاول ان احنا نعيد احياء الفن ده عشان ما يقعش يعني. الاسعار بتتراوح من 200 جنيه، واغلى قطعه عندي هنا ب 9700. طبعا الطبلوهات، مثلا الطبلوهات الكبيره دي بتاخد حوالي من 3 شهور لسنة على حسب الوقت. غرزة غرزة طبعا، والكلام ده طبعا بياخد وقت، بيكلف خامات، خصوصا الخامات بتغلى علينا كل فترة والتانية يعني.